The complex sentence. في مجموعة من الكلمات فيها فعل وفاعل، لكن ما نقدرش نقول إنها بتكون complete thought أو فكرة كاملة. علشان كده الكلمات دي لوحدها ما تقدرش تكون جملة، أو بمعنى تاني الكلمات دي محتاجة لأجزاء تانية في الجملة علشان المعنى يوضح لنا. بنسمي الكلمات دي subordinate clause أو شبه الجملة التابعة، علشان هي في ذاتها مش بتدي معنى. طب تعالى ناخد مثل علشان نوضح الموضوع ده. When Adam played football. لما آدم لعب الكورة. إيه ده؟ كده الجملة ما خلصتش. زي ما لاحظنا اللي احنا قلناه ده في مجموعة كلمات فيها فاعل أو subject اللي هو آدم، وفيها verb أو فعل اللي هو played، وفيها كمان مفعول به أو object اللي هو football. بس احنا برضو مش فاهمين حاجة من الكلمات دي، علشان كده احنا محتاجين معلومات إضافية توضح المعنى. فلما نقول مثلا When Adam was playing football he was injured. لما آدم لعب الكورة اتعور. دلوقتي الكلمات دي بقى ليها معنى لما ضفنا الجزء الأخير ده اللي هو he was injured. ده باختصار اللي احنا بنسميه الجملة المعقدة أو complex sentence. طب ناخد مثال تاني. The city where I live is in Egypt. المدينة اللي أنا عايش فيها في مصر. هنلاحظ هنا إن الجزء الأول من الجملة اللي هو the city where I live محتاج لمعلومات إضافية علشان توضح المعنى. فلما أضفنا له الجزء التاني اللي هو is in Egypt المعنى اكتمل، وبقت الجملة بتشكل complete thought أو فكرة كاملة. وعادة الcomplex sentence بيبقى فيها كلمات زي مثلا when, after, because, although, before, whereas, though، أو الكلمات اللي بنبدأ بيها عادة subordinate clause أو شبه الجملة. طيب تعالوا ناخد شوية أمثلة. When Amira has finished cleaning, she cooked the food. لما أميرة خلصت تنظيف حضرت الأكل. He read correct, although he had lost his glasses. هو قرأ صح رغم إنه ضيع نظارته. The parents didn't let Michael play because he failed in the exam. الأهل ما سمحوش لمايكل إنه يلعب علشان هو سقط في الامتحان. After Noah and his sister had finished dancing, they went to bed. بعد ما نوح وأختها خلصوا رقص راحوا السرير.